السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم عليكم الله السلام أخونا ورحمة الحبيب الشيخ محمد المالكي وكل الله. الإخوة حياك والأخوات. الله سيدنا متشفين. بارك الله فيكم. الله يعزك يا سيدي، الله يبارك في عمرك. يا سيدنا لا يخفى عليكم، وأنا داخل لحضرتك وأخصك بالكلام، أخصك أنت بالكلام تفضل يا سيدنا. لو سمحت. الله يرضى عنك، لما أرى فيك وكل الإخوة من حسن أخلاق، كلكم إخوان وعلى رأسنا من فوق. يا شيخ محمد، هل السلفية كفار؟ لا. هل أتباع محمد بن عبد الوهاب كفار؟ لا. طيب بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث صحيح يا سيدي كما لا يخفى على شريف علمكم. أنا سمعت لحضرتك مداخلة مع المدعوة حمالة الحطب حنان، كان إفحام ما بعد إفحام، وشيرت الفيديو وكنت بقول اللهم افتح على يديه، وانتظرت المزيد. والله والله يا سيدنا أسلم معي الحمد لله رب العالمين أخت فرنسية وتعلمت العربية، وأسلم مع الأخت عدة أخوات من رومانيا وفرنسا. أنت عارف مشكلتهم إيه يا سيدنا؟ لا. البثوث دي يا سيدنا. السلفية بيردوا على الأشاعرة والأشاعرة بيردوا على السلفية. الأخت الآن بتكلمني بتقول لي يا مولانا إحنا نروح فين؟ نروح مع مين؟ والله أخشى إن اللي إحنا بنعمله أوجه سهمي أمام أخويا محمد المالكي وشيخنا، وهو يوجه سهمه أمامي، أن نبوء بالخسران. وأعتب على أخونا مشعان، وأعتب على كل أخ. يا أخي أنت أشعري، أنت متريدي، أنت سلفي، وسميه وهابي، سميه أي حد، والله ندور في فلك الإسلام. والله يا سيدنا أقبل رأسكم جميعا. مشايخنا اللي تعلمنا منهم أشاعرة، ومشايخنا اللي تعلمنا منهم سلفية، ومشايخنا اللي تعلمنا منهم مترودية، رضي الله عن الجميع، والله ندور في فلك الإسلام. والله يا أبو الباز أقول ذلك للسلفي. يا طيب ابن تشفين أرجوك أكمل، بارك الله فيك يا أخوي أحمد. دع سؤالي لك، الرجل يكمل. نقد دليل الحدوث يخدم من؟ دع الرجل تفضل. يكمل يا شيخ. الله يكرمك. بارك الله فيك. نقد دليل الحدوث ألا يا يخدم إخوة يا أخي هؤلاء؟ الكريم، أنا طالع. بص يا أحمد يا إلى صقر، نقاشهم. يا أحمد يا صقر، يا شيخ بارك الله أحمد فيك. صقر، دع الرجل يكمل. أكمل يا ابن الله تشفين. يرضى عليك. بص يا أخي، أنا أقولها نصيحة من خلال شكاوى المسلمين الجدد. المسلمين الجدد متشتتون من اللي احنا بنعمله يا جماعة. خلوا في حوارات. الثراء العلمي أو الإثراء العقدي في النقاش مطلوب، ما فيش مشكلة، بس يا جماعة يكون في الغرف المغلقة. والله العظيم المسلمين الجدد مشتتون يا جماعة، يصلح حالكم ربنا. والله أخشى يا شيخ محمد، أنا عايزك تدخل معنا عند الملاحدة نتناقش، عايزك ندخل مع بعض يا أستاذ أحمد صقر، وأخويا أحمد أبو المجد الدكتور، وأستاذ آدم، والأستاذ مشعان، نتكلم مع منكر السنة، نتكلم مع منكر الذات الإلهية، من يعيبون ويلقون الشبهات. بارك الله فيك يا أخي، والله أنا لا أريد منكم إلا هذا. جزاك الله خير يا شيخ محمد، وأسمع تعليقك واستأذنك بالخروج إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا وإحسانا. الكلام الذي ذكرته كلام صحيح، وهو يمثل الصورة المثالية المفترض على كل من يدخل هذا التطبيق أن يهتم بالرد على أعداء الإسلام، الأعداء المشتركين. أما مسائل الخلاف الداخلي فيفترض أن لا تثار هنا أصلا، لا تفتح هنا أصلا، إنما تنشر في أماكن أخرى. لكن المشكلة يا أخي ابن تشفين أننا الآن نواجه مجموعة من الناس أولا يطعنوننا في ظهورنا. المناظرة التي تكلمت عنها نفسها مناظرة حنان علي، وأنت حضرتها، كان واحد منهم يسبني ويشتمني ويقف في صف حنان علي، وبعدها بأقل من أسبوع عقدت مناظرة أخرى مع ملحد ينكر وجود الإله، يقول لا إله لهذا الكون. نفس الموقف، الرجل كان يسبني ويشتمني ويقف في صفهم، وهذا الشخص من المقدمين عندهم، المحترمين عندهم. وعندما تكلمنا معهم قلنا لهم ما هو موقفكم، كان موقفهم متراخيا، فيهم من أنكر عليه. طبعا لو كان الذي فعل هذا الفعل الذي نصر الملحد
على المسلم من الأشاعرة لفتحوا بثوثا الأشاعرة ينصرون الملاحدة بهذا الاسم قطعا، لأن واحد منا فعل هذا الفعل. أما هم فلو فعله واحد منهم لا يزال شيخا محترما، الشيخ الكريم فلان الأخ فلان، ولا يزال حبيبا عندهم ويتكلم في مسائل الاعتقاد رغم أنه فعل ما يعارض أصل الإسلام بحسب قواعدهم، فهم يصمتون عن هذه الأمور. طيب نسكت عنهم فيشغبون علينا في مناظراتنا، نسكت عنهم فتعقد محاضرات كما فعل الأستاذ محمد القليط هذا لنقد دليل الحدوث الذي يثبت به وجود الله سبحانه وتعالى. إذا كانت أصلا المسألة مسألة داخلية فيما بيننا، طيب لماذا تنقض دليل وجود الله سبحانه وتعالى وتقدم خدمة إلى الملحدين؟ هو في الحقيقة لم ينقض شيئا، أنا لم أسمع المحاضرة، لكن هذا المستوى لا ينقض دليلا ولو على أن نصف الواحد 5، لا يستطيع أن يقيم دليل على أي شيء بهذا المستوى، لا يعرف شيئا لا في علم المنطق ولا في أي شيء، يستخدم مصطلحات يعني في محلات مضحكة كما سمعته قبل قليل، والله كنت أغالب نفسي حتى لا أضحك عليه. فالذين يخدمون الإلحاد هم من يفعلون الخدمة العظيمة للإلحاد بالطعن في أشخاص الرادين على الملحدين ووصفهم بأنهم من أهل البدع وغير ذلك من الكلام. ثم ثانيا بتقديم أفكار منحرفة، التصور الذي يقدمونه على الإله كفيل بأن يطرد كل من يريد الإسلام عن الإسلام. يعني لو جاءني نصراني يقول لي الله سبحانه وتعالى له ولد، سأقول له هذا يتعارض مع وصف الله بالكمال. طيب سيقول لي وأنتم عندكم من يقول أن الله سبحانه وتعالى له مكان وهذا يتعارض مع وصف الله بالكمال، سيقولون له مكان يليق بجلاله وعظمته، أو أي عبارات أو أي فلسفات يمكن للنصراني أن يستخدمها. فالأصول التي يبني عليها هؤلاء القوم عقيدتهم لا تصلح لإقامة الإسلام أبدا. يعني حتى مسألة نقاش الملحدين بالأدلة العقلية والرد عليهم بالأدلة العقلية لأنهم ملحدين غير مؤمنين بالإسلام، هؤلاء القوم يعتبرونها منهجا من مناهج أهل البدع. فلو كنا نفتح بثوث مخصصة فيهم وهم غير موجودين لا وجود لهم هنا، كلامك هذا له وجاهة، لكن نحن ندافع عن أنفسنا فقط ونبين أن منهجنا هو الصحيح وأن ما يقوم به هؤلاء الناس لا يمثل الإسلام. وفي نفس الوقت نحن لا نترك الملحدين في حالهم، نرد عليهم ونرد على منكر السنة ونحاول أن نسدد ونقارب. هي مسألة من السداد والمقاربة. وإذا كانت المسألة أنك تسكت عن كل من يرفع راية الإسلام، طيب هل تقبل أن يسكت عن الشيعة مثلا لا نتكلم فيهم؟ طيب والقرآنيين الذين ينكرون حجة السنة النكرانيين هؤلاء، لو جاء شخص مسلم جديد وقال لك أنا تهت في النقاشات ما بينكم وبين القرآنيين، تقول له سأترك المجال، يقول من شاء ما يشاء لا يصلح. فهي نصيحتك يعني هي نصيحة جميلة، لكن هم الأولى بالمخاطبة بها، لأنه نحن نرد عليهم فقط. ولو لاحظت يا شيخ قناة الشيخ أحمد أبو الميت الذين يعلقون فيها يقولون لماذا أنتم تدافعون دائما، لماذا لا تهاجمون؟ التعليق يعني متواتر في أغلب التسجيلات. لاحظ أننا نرد ولا نهاجم. يعني تقريبا المرات التي عقدنا فيها مجالس قلنا أخطاء ابن تيمية أو كذا ابن تيمية نادرة جدا جدا، إنما هم يهاجموننا. الأشاعرة يقولون كذا، الأشاعرة يقول عقيدتهم مبنية على تكفيرنا، فلا يجدون لأنفسهم وجودا إلا لو كفرون. يعني تعال بهؤلاء الأشخاص الذين قالوا ما قالوا، قل لهم ناظروا دافعوا عن البخاري، أثبتوا حجية السنة، أو افعلوا أي شيء من هذه الأشياء التي تخدم الخط الإسلامي العام بعيدا عن سب الأشاعر وسب الصوفية. لن تجد عندهم شيء، ليس عندهم مقدرة علمية لأن يفعلوا أي شيء. هذه الفئة من الناس بثوثهم كلها في سبنا وفي شتمنا، ليس الأشخاص. طبعا أتكلم عن المعتقدات. فنحن ندافع عن أنفسنا ونبين الإسلام الصحيح حتى لا ينخدع بهم الناس. هذا هو قولي في المسألة. بارك الله فيك، وإن كان لكلامك وجاهة إذا هم توقفوا عما يفعلونه. يا أخي الكريم بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وإحسانا. والله يا سيدنا يعني أنا سعيد بالكلام مع حضرتك ومع كل الأخوة. والله أنا لا أريد فرقة أبدا. أنا عايز الشيخ محمد المالكي أكون عنده ما نفتحش خالص الخلاف، طالما إحنا يا جماعة بندور في فلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ممكن السنة لا يدرون في فلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالمناسبة يعني من خلال الحوارات التي طبعا أنا عارف أن حضرتك يعني أكثر منا حوارات معهم ومع غيرهم لا يقرون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى أن بعضهم يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام في الحوارات. فالسامع خلاص هو بيحدد وجهته، بيحدد بوصلته. لا أنا هبقى تبع الشيخ محمد المالكي وهو بيكلم
منكر السنه. منكر السنه كلامه من عقله، من كيسه، وعقله بيضل. لكن الان المسلم، انا بتكلم في المسلم الذي يشتت. انا بقول للشيخ سيدنا الشيخ محمد وهو يقول لي الشيخ ابن تشفين، مع اني لا استحق هذا اللقب اصلا ولا اي شيء، ولا ارى نفسي شيئا، ولكن السامع يرى ان في بقى خلاف سني وسني وحول ذات الله وماهيه الله سبحانه وبحمده تبارك اسمه. تمام، فده كان القصد. العبد فقير الله يعني كان من ضمن الناس اللي تصدوا لاولئك الذين ارادوا اسقاط الساده العلماء، منهم النووي ومنهم ابو الحسن الاشعري ومنهم الحافظ، ولي ردود على يعني الطفل الصغير اللي عايش في المانيا وانتم تعرفونه على القناه، واخونا وباركت لاخونا عصام الشيباني، واقولها بكل صراحه، وانا زعت المناظره بتاع شيخ ديب على قناتي معاه، لانه لنظهر ان اللي بيطعن في هؤلاء الساده العلماء منهجه بايظ. حتى اني حسبت على الاشاعره، يعني الاشاعره ما مش كخ عيب، لكن انا اقول يا جماعه انا راجل سلفي، ولكن ادعو الى الوحده والاجتماع بين المسلمين. وكلمت الشيخ عصام الشيباني لما تكلم مع الرجل، لو فاكر يا شيخ عصام، لو فاكر انا اللي كلمتك وقلت لك كنت شديت عليه، كنت اغلظت عليه، لو تفتكر راجع الرسائل بيني وبينك هتجد هذا الكلام. فالقصد والله العظيم انا انتصر للاسلام، انا مش عايز يا جماعه يؤتي الاسلام من قبلنا. ابن تيميه رحم الله ابن تيميه، الرازي رحم الله الرازي، وابن تيميه كان يلتمس الاعذار للرازي، والعلماء يلتمسون الاعذار بعضهم البعض. مش عايزين بقى نعمل محاكمات، لان الشباب الصغير والله العظيم بيضيع يا سيدنا. جزاكم الله خير. ابن تيميه مين يا مولانا اللي كان يلتمس الاعذار للرازي؟ الذي ابن تيميه لما يا شيخ، يعني انا نريد ان نوحد طبعا بيكفر. طيب ابن تيميه لما دفع عنه الرازي في 3 مواضع من كتبه. اسمع يا شيخ، لما الراجل يقول هو ليه الناس كفره يا مولانا، ممكن اطلع لك تكفير الرازي من كتب ابن تيميه الان. الله يبارك فيك، لا تقل يعني انا لما قلت التمس له الاعذار كنت غلطان، او لم يلتمس له عذرا لما قالوا عنه وضعوا حبرا على قدميه، وضعوا خلينا نكمل يا دكتور احمد، وضعوا حبرا على قدميه، ثم بعد ذلك قالوا انه لم يصلي لان الحبر لم يغسل. يا مولانا كلمه ورد غطاها. ابن تيميه كفر هذا ولا لا؟ هذا الآمدي يا ابن تشفين، هذا الآمدي مش الرازي. والله يا اخي ابن تيميه كفر الرازي ولا لا؟ لحظه، يعني انت بتقول ابن تيميه بيلتمس الاعذار للرازي، ده شيء غريب. انا دلوقتي السؤال، ابن تيميه كفر الرازي ولا لا؟ وانت تكفر ابن تيميه ولا تلتمس له الاعذار؟ ايه؟ انت تلتمس الاعذار لابن تيميه ولا تكفره؟ انا لو كفر ابن تيميه. طيب والراجل كفره بمناط بقى، عنده حجه لتكفيره، يعني كفره؟ انا ما اعرفش كفره ولا ما كفروش بالمناسبه. والله لا كفروا والله ما اعرف كفره ولا ما كفروش، لكن انا بتكلم في السياق العام. يعني انا بتكلم في السياق العام اللي هو يدعو الى الوحده ويدعو الى الائتلاف. ده كمان كان يقول عن الامام الغزالي وعن الامام الجويني اشد كفرا من اليهود والنصارى. يا سيدنا ما يقول اللي يقوله، انا بتكلم في جهه وانتوا بتتكلموا في جهه ثانيه. ما هي المشكله هون، ما هي يا مولانا خليه يقول. انا بقول لك حط كتفك في كتفي. الدكتور الازهري موجود تحته. يا دكتور ازهري، مش احنا كنا مع بعض عند فلان الفلاني وبيقول عايزين نرد على علان العلاني، وانت منهجك غير منهجي. يا جماعه نحط ايدينا في ايدين بعض. صلى على سيدنا النبي، صلى على سيدنا النبي. انا ساضع كتفي في كتفك حينما تواجه اي انسان ليس بمسلم، ولكن طالما هناك ألسنة تتكلم عن الأشاعرة وتكفر الأشاعرة وتنسب للأشاعرة أنهم معطلة، أنهم نفال الصفات، لابد أن يخرج منا طائفة ترد على هؤلاء المرتزقة. يا مولانا الأولى في الأولى، يا مولانا يا دكتور أحمد، الأولى في الأولى يا حبيبي. الذي يتكلم عن السادة الأشاعرة في اليوتيوب ويجعل رزقه من التكلم في عرض انا رديت عليه يا سيدنا، نرد بس انا رديت عليه يا دكتور احمد ابو المجد. يا سيدنا انا هكمل كلامي. ما دام هناك من يغرر بهم ويضحك عليهم من جهة الأسماء والصفات، ونحن نحمي عرينا التوحيد ونحمي عرينا السنة، لا، لابد وأن نخرج ونبين للناس أننا نحن
حماة الدين. انت الأشاعرة عارف هم يا سيدنا الإسلام. دكتور احمد؟ يا سيدي بس هكمل كلامي. اتفضل حينما يخرج إنسان رجل كبير في السن ويطعن في الأشاعرة، رجل مصري يخرج في برامج فتاوى كل يوم يصعد ليتكلم عن الأشاعرة، يبقى احنا لازم نطلع نتكلم. مشكلة الأشاعرة أنهم يسكتون، مشكلة الأشاعرة أنهم يدافعون رغم أن الأسلحة بين أيدينا. أسلحة، أتكلم عن الأسلحة العلمية. لو فتشنا كتبكم ولو فتحنا كتب السلفية لأخرجنا شايف منها الكلام؟ التكفير هذا هو الكلام يا دكتور والتبديع احمد. ما انت والتفسيق. تفرق ايه عن كلامهم دلوقتي كده يا دكتور احمد؟ تفرق إيه عنهم؟ يا مولانا في السلام تكفير. عليكم يا أنا شيخ. هطلع من كتبهم، يا أنا هطلع جماعة أنا من كتبهم بنزل تكفيرهم لينا. ساعدوا الشيخ عصام. يا سيدنا الشيخ احمد، انت عصام. فاهم وجهة نظري؟ يا سيدنا يعني احنا فاهم. هنقعد نقول لو فتحنا لبعض الكتب. انا فاهم. انا لو فتحت كتبهم اطلع من كتبهم تكفير الاشاعره وهم وتبديع هيقولوا الأشاعرة. احنا برضه هنطلع من كتبكم كيت وكيت وكيت. مش طلع عايزين دي. طلع بدون تدليس. انا عايز اللي يطلع بس بدون ده كلام. تدليس. الله يا يكرمك، شيخ أحمد، ده كلام. يا شيخ أحمد، حياكم الله جميعا. بس حياك الله دكتور عصام زين. نزل يتكلم. شوفوا يا اخوانا، والعفو من الاخوه جميعا عشان كلامي يبقى واضح. الولاء للمذهب ديانه، والمنافحه عن الديانه ديانه، والانتصار لأئمة المسلمين المعظمين في الأمة ممن لهم قدم صدق، وممن أحيا الله بهم الدين، وممن وصلوا حبالنا برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه ديانة. وبالتالي المذهب لا ينفصل عن حقيقة الانتصار للإسلام. فلا يتأتى أن رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم؟ أن يخرج رجل يتكلم باسم الإسلام وأهله ومنصوصه في الاعتقاد فيه من الشنائع الكثير والكثير، ثم أنا أقول لأجل وحدة الأمة أن أصمت. لا، لأجل وحدة الأمة أحسن أسلوبي في منازلته وأنصح لله ورسوله مع تمام ديانة، لكن لا حرج أن أكون منتصبا لملحد قائما في وجه نصراني رادا على أخي السلفي، كل ذاك وفق تمام ديانة وعظيم أدب. لكن ما فيش حاجة اسمها لأجل الوحدة يسكت بعضنا عن بعض. في حق وفي باطل، وزي ما احنا عايزين نقضي على فتنة الحدادية علينا أن تكون المذاهب واضحة في أذهاننا كي لا يطلع جيل مشوش لا يعرف مذهب أهل السنة من المذاهب البدعية. كيف نقيم توازنا؟ توازن ده يكون بتمام أدب، لكن لا على صالح ان الجميع حلو وكله من الأمة. شيخ ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه والغزالي رضي الله عنه وأرضاه، لا يخلو الحال، لابد أن يكون أحدهما مبتدعا. الإعذار باب بعيد عن الابتداع، كونه مبتدع مسألة وكوني أعذره مع بدعته تلك مسألة أخرى. بس حضرتك ما كنتش كده الأول يا دكتور أزهري؟ مش ده كان كلامك الأول؟ إيه اللي حولك كده؟ ده حقيقي. رجاء ممكن دكتور أزهري أتكلم لحظة واحدة؟ كلام وتتجاوز. أنا تجاوزت؟ لا لحظة، أنا تجاوزت مع حضرتك؟ لم يكن كافيا لوضع حد لك في فهم ونظر. أنا أقول وأكرر، أنا تجاوزت على حضرتك الآن يا دكتور أزهري؟ فيك فهما ونظرا. أنا تجاوزت مع حضرتك؟ لو سمحت دعني أتمم، لو تكرمت لا تقاطعني. أنت بتقول أنا تجاوزت يا دكتور أزهري، أنا تجاوزت مع حضرتك؟ حضرتك كونك لا تعرف أنك تجاوزت هذا لا ينفي أنك تجاوزت، مسألتين. طيب ما في إشكال، لو أنا تجاوزت على حضرتك قول لي أنا تجاوزت في الحتة الفلانية وخلاص، وأنا أعتذر لحضرتك. معلش بس لا تقاطعني وبعدين يعني يكون في الموضوع نقطة أتمم. فإحنا الآن اللي بيقوله الشيخ أحمد أبو المجد مع التجلة له والاحترام، أو اللي بيعمله أخونا الشيخ محمد المالكي أو غيره، أنا لا أرى به بأس. إحنا الآن في أخ يتكلم عن أهل السنة الأشعرية، ندافع. ما فيش حد بيتكلم عن أهل السنة الأشعرية وفي ضيف نصراني، في واحد ملحد، والله مش هنروح إحنا نفتح بثا على أهل السنة الأشعرية وفي واحد نصراني يهاجم دين الله عز وجل. هل رأى أحد من الناس أحدا من إخواننا يفعل هذا؟ أنا ما أعرفه من إخواني، وأنا يعني يكتب لي سواء على الواتساب أو التليجرام عندنا بس كذا في توقيت كذا، ما أعرفه من إخواني أجمعين أكتعين أبصعين ممن يتصدرون الحوارات، سواء سيدنا الشيخ محمد المالكي أخونا الأكبر وشيخنا الشيخ عصام الشيباني، سواء الشيخ أحمد أبو المجد، أخونا حمزة
الإدريسي أو غيره، لا أعلم أحدا منهم أتاه نصراني وقال له انصرف عنا الآن، نحن في حوار السلفية نرد عليه. هذا لا يجري، وما أعلم أحدا أقام بثا إلا في مقابل بث. الخلاصة، الخلاف واقع في الأمة، والانتصار للمذهب انتصار للديانة، لكن كيف يوجه ذلك؟ كيف يوضع على هرم الأولويات؟ كيف مع قيام البدعية في حق المبتدع ومع وصفه بها أن تلتمس له المعاذير وفق قانون العلم. احنا لسنا عنبرية، ولا نريد أن نكون قريبين ممن يتمسكون بمذهب العنبرية في قضايا يجري فيها الإعذار بالجهل وقضايا لا يعذر فيها. هذا ما عندي يعني من خلاصة الكلام، وأنا أردت فك هذا الاشتباك. الكلام عن الوحدة والأمة هذا مطلوب وعظيم جدا في القضايا الكبرى والكلية. التماس المعاذير بين المسلمين قائم وموجود ومطلوب، ترتيب الأولويات قائم وموجود وكل شيء، لكن ما فيش حاجة اسمها ابن تيمية رضي الله عنه والرازي رضي الله عنه والغزالي رضي الله عنه. مين بقى المبتدع ومين الضالين؟ العقائد من بابة الحق والباطل، بخلاف مقولات الفقه فإنها من بابة الصواب. بارك الله فيكم أجمعين، وسدد الله جهود مولانا الشيخ محمد المالكي وسائر الإخوة الكرام. بارك الله فيكم وأحسن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ مشعان موجود. شيخ مشعان لما كان بس عندي مداخلة دقيقة. أختم بس في دقيقة، وأنا يعني بس مع معذرة. لحظة يا شيخ تشميع، خليك تسمع بس الكلام الجديد. شيخ أستاذ نمشي، جزاك الله خير. بس حاب ارد عليه، بس حاب ارد عليه لان ابن تشافين قال انا سلفي. حاضر، السلام عليكم. شيخ عصام تتكرم بالصعود. اخي محمد شيخنا الكريم ابن تشافين، شوف الدكتور الازهري ممكن تصل معاه النقطة، بس انت مستحيل واحد يصل معاك النقطة، لان انت تقول انا ازهري ثم تكذب على ابن تيمية. انا قلت انا ازهري؟ لا تكذب على حي الله. انا قلت انا ازهري؟ انا قلت انا ازهري؟ نعم تنازلت. على فكره عيب لما تقول لي تكذب على ابن تيميه، عيب قوي. كون ان انا داخل اسمع، كون ان انا داخل بتكلم بادب ولتجميع الصف، ما يديش لحد فرصه ان هو يتكلم معايا بهذه الطريقه. ان كان لكم لسانا فلي لسان فتكلم معايا كويس. انا ولا كذبت ولا قلت شيء، انا بقول لكم يا جماعه نتقي الله في بعض ونرحم بعض. استحلفك بالله هل يوم القيامة سوف تسأل عن تراحمك أم عن عقيدتك؟ الله يهديك ويصلح حالك. اللهم يبقى أنت لما تفهم كلامي يبقى اطلع رد عليا. بارك الله فيك، ما تزعلش مني يعني. أنا بتكلم بقول لكم أنتم اعتقاد كلام على يا أخي. بارك الله فيك. أنا عندك مسلم ولا مش مسلم؟ في مؤلفات قال غير هذا. عندك مسلم ولا مش مسلم؟ رد عليا. أنا عندك مسلم ولا لا؟ يا أخي أنا سأسأل وحدي على اعتقادي، مش هسأل على طائفة السلفية كلها ولا هسأل على طائفة الأشعرية كلها، وأنت كذلك. الله يكرمك. كوني بدخل بقول هذه شكوى من مسلمين جدد، اخذتم بها اخذتم، ما اخذتوش بها ما اخذتوش. كون ان انا اقطع حد يقول لي انت تسيء، انا ما اسأتش لحد، انا بتدخل بتكلم معاكم واقول لكم انتم اخواني، وبستضيف الشيخ ديب عندي وبقول له اتفضل يا شيخ ديب تكلم. هل ترضى ان اقول عليك انت تبيح التبرك في بوساق المشايخ؟ يا اخي انا بذهب برد على محمد بن شمس الدين في قناتي. اهدى مالك، ايه الفرق بينكم وبين الحداديه؟ مالكم؟ إذا كان منهج إنه أنت أنا أعتذر لك يا أخي فأنا حدادي. أنا والله يعني كان نفسي إذا كان يعني قول الحق وعدم المراءة حدادية، نعم فأنا حدادي. براحتك. إيه الفرق بينك وبينهم بقى؟ يعني عادي مفيش مشكلة، هم يشتموا فيك وأنت تشتم فيهم، واللي يطيع المسلم الجديد ده عادي خالص. وأعطى أشعرية وأعطى كذا. حبيبي أنت قل لي قال الله وقال الرسول، أوكي؟ واسند خلاص يا اخي. انا ارى انت مش فاهم يعني. انا مش فاهم يعني. شوف انا شايف عيب يا دكتور ازهري كل ما تتكلم تقول جهل 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 جهل. عيب. كوني بحترمك، انا فعلا شايف فيك حد كويس. تتكلم معايا بتعالي اتكلم معاك بتعالي. يا الرجل اكبر مني يلا جزاكم الله خير. السلام عليكم. يا اخ ابن تشفين نزل، والاخ الاخر نزل. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. أنا أخوة سلفي، كان عندي تعقيب على الأخ محمد السليم لكن يبدو أنه ذهب. أذكر التعقيب أو نتناقش في موضوع آخر خلافي؟ لا يا شيخ، عندنا موضوع مطروح الآن، لو انهيناه وبقي عندنا وقت تتفضل بالصعود. جزاك الله خير. ممكن فقط أعقب لك؟ لا أخي، لا، الله يحفظك. أنا سلفي وبدي أحاور،
كل واحد جاي أنا سلفي والله المستعان. يعني نغلق الموضوع ونناقشه. ايه نعم، كل واحد جاي فاتح لي تيك توك وحساب وأنا سلفي وتعال ناقشوني وتعال ناظروني مثل أولاد الصغار. أولاد يا سيدي أولاد. والله ابن تاشفين نزل، كنت أريد أن أقول له شيئا لكن نزل. الله المستعان. الله خلينا بس شوي لا حول ولا قوة. السلام عليكم. شيخنا عصام بن تاشفين موجود، إذا يعني يسمع، إذا تحب تقول له شيء. لا والله كنت أريد أن أقول له دونك القوم يعني وانظر ما يفعلون، وحينها احكم بضميرك ودينك وأخلاقك وعدلك إن كان عندك، طبعا إن شاء الله عندك. انظر ماذا يفعلون. الآن يأتي إنسان يقول هل تناظر؟ أريد أن أناظرك في كذا، أقول له لا أناظر. فينشر هذا الكلام باسم الهروب، ويوضع هكذا في ديباجة فلان يهرب. والله أنا قرأت هذا بنفسي، والله فلان يهرب من فلان السلفي، وينشر على التيك توك وعلى اليوتيوب وكذا. الناس لا تعلم ما الأمر ولماذا أنا رفضت وما الحكمة والقضية كلها. لماذا؟ هروب هروب هروب، حتى ما عدنا نتجرأ على الرفض، ومع ذلك نرفض. يعني وصل الأمر إلى الافتراء، والله افتراء جلي، وعندي بعض التسجيلات افتراء جلي والله العظيم، وكذب وشتم. طيب يا أخي الكريم، هذا الذي أنت تقوله قد ينفع مع بعض المعتدلين من الحنابلة، لكن والله مع سلفية لا ينفع. مؤسف يعني أن أقول هذا الكلام، لكن الحنابلة الأمر معهم أيسر وأسهل، أما مع سلفية أمر خطير، بل وصل الأمر إلى التجسس وإلى مراقبة العورات وإلى الأمور الشخصية. وصل الأمر إلى هذا، وجميعكم يعلم ما الذي حصل معي ومع غيري. والله الذي لا إله غيره أقلب أحيانا في البثوث فأجد بث هشام، أو هو يكون في البث هشام والجماعة الذين معه خالد ولا أدري من. أقسم بالله أخرج مباشرة، يعني لا أتجرأ، تخيل أن أقول هذه الكلمة، والله العظيم أخاف أبقى. لماذا؟ خوف أن أسمع سخرية أو شتيمة أو استهزاء. أما الأخ الذي يكتب الآن، أعتقد أن كلامك فيه تحامل. لا والله ما فيه تحامل، هذا واقع نلمسه ونراه ونعيشه في كل يوم، والله العظيم. لذلك أخي الكريم، هذا الكلام لا يقال لنا، يقال لهم. أبو آدم لعلك تعرفه، أبو آدم سلفي يصعد في بثوث الأشاعرة، يصعد عند أبي سارة، يصعد عند الشيخ محمد مالكي. أقسم بالله لا نقبل أن يساء له بكلمة، وإذا ما هضموا حقه في الوقت. أنا واحد من الناس اليوم بالذات هاجمت بهدوء طبعا، يعني الشيخ مشعان، وهو يسمعني، الشيخ مشعان معنا وأنا كنت موجود. نعم، ليس يعني غائبا لأكذب عليه، حاشاي من الكذب، لكن قلت له يا شيخ مشعان أنت تظلم الرجل، ادعه يكمل. هل تفعلون أنتم هذا؟ أعوذ بالله، والله هيهات أن تفعلوا هذا. بل اليوم رأيت محاورة الشيخ محمد مالكي، وهذه أول مرة أبقى في بث السلفية، لأن الشيخ محمد المالكي كان موجودا. البارحة ليلا مررت مرورا، والله هكذا بالصدفة، مررت مرورا على بث لرامي المصري، رامي تعرفونه، والله نسيت الكنية، البستاني لا أدري ماذا، والله كذا دقيقتين. فسلم علي أبو محمد، فأدبا رددت السلام، وسلم علي رامي، رددت السلام، قال إسعد، قلت والله مريض متعب، وفقط يعني فقط هذه. وعجب يعني، والله العظيم هذا من أعجب ما قد يفعل، أن أبقى يعني دقائق.
أما بقية البثوث والله يا جماعة لا أتجرأ أن أبقى، أهرب مباشرة، أهرب خشية أن أسمع كلمة أو سخرية أو استهزاء. إي والله، والحمد لله رب العالمين. فيا أخي الكريم، يعني اليوم رأيت ما حصل مع الشيخ محمد مالكي، ضحك وسخرية عليه، وأعلمك وأعطيك مناظرة، ما أدري محاضرة، وتعال يعني والله لا يليق. أنتم تحاورونه، خلاص خذوا وقتكم ويأخذ وقته بالإنصاف والعدل. أما أن بدعوى التقارب وبدعوى السلام أن نكتم الحقائق أو أن نسكت عن الإساءة في بثوث، والله العظيم اليوم أبو محمد أحد السلفية قالوا له شيخ مشعان كنت موجود أظن، قالوا له محمد سليم أيضا، شيخ محمد كنت موجود، قالوا لو بقينا على اعتقادنا هذا قال أنتم كفار. نعم صحيح. أقسم بالله قال هكذا باللفظ بالفم المناقلة. يعني يا شيخ عصام، يعني الذي يبطن هذه العقيدة لو كان بيده السلطة في الدولة والله ما الذي يقيم؟ أي حد سيقيم عليك. سأقول كلمة والله الحمد لله أنني كتمت نفسي، والله لا يعلقوا مشايخنا يا شيخ، إيش بدك بالحكي؟ وهذا حصل في سوريا عندنا أزهرية قتلوا ناس وذبحهم يا سيدي، والله قالها بالفم الملآن، كفار أنتم كفار، كفر هكذا يقول، وأنا أقول له يا أخي السلام عليكم، وهو يقول أنتم كفار. ثم يقول لي شيخ ابن تاشفين والله تعال نحط إيد. إيش هالكلام هذا؟ إيش هالكلام؟ رجل يكفرني، لا يرى إسلامي أساسا، لا يرى إسلامي، لا يراني مسلما. نعم لو رآني مبتدعا ويناقش بأدب مناقشة علمية بغية الوصول إلى مرضاة الله عز وجل وإظهار الحق والله لا مانع، لكن أن ينتقل الأمر إلى شتم وتكفير ما هذا الفكر الخبيث الذي صنع ودس في صف هذه الأمة. طيب ها هو الشيخ مشعان نختلف معه في قضايا عقدية، في قضية الحرف والصوت، في قضية التأويل، في قضية، ولماذا لا يكفرون ولا نكفره؟ لماذا يعني؟ لماذا لا يشتمون ونشتمه؟ ونخالف إيه ماذا أفعل لك يعني؟ والله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعتذر عن الإطالة، بارك الله فيكم، تفضلوا. جزاك الله خيرا يا سيدنا، بارك الله فيك. طيب سيدنا الشيخ ديب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أحباب جميعا. بادئ ذي بدء أحب أن أرحب بأخي الحبيب ابن تاشفين، يعني صداقتي معه قديمة منذ أيام البالتوك، وأنا أقدم منك أخي ابن تاشفين في البالتوك كما تعلم. شرف لنا والله يا مولانا. أحب أن أسلم على أخي وحبيبي دكتور أزهري، وأسلم عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخنا الحبيب مشعان. حيا الله دكتور عصام. يا أحباب الله يكرمكم، أنا استمعت لأخي الحبيب ابن تاشفين، كلامه صحيح وأنا أؤيده في ذلك وأنتم تؤيدونه في ذلك، لكن انتقادكم له هو انتقاد لمن أخطأ من إخواننا السلفيين، والرجل لم يفعل ذلك. ونصيحته التي يوجهها لنا هم أولى بأن توجه لهم النصيحة، ولكننا لا نرد نصيحته ونقبلها منه ونقول له جزاك الله خيرا. وأنا في غرفته في بثه قلت له أننا وأنتم في دائرة الإسلام ولكم علينا حق الأخوة الإيمانية، وأتمنى وأسأل الله عز وجل أن يسلم نصارى العالم كلهم ويدخلوا في الاعتقاد والمذهب السلفي، لأنهم سيدخلون في دائرة الإسلام. وهو يبادلني نفس الكلام وصعد وقال أسأل الله عز وجل أن يسلم نصارى العالم وأن يكونوا أشاعرة.
وأنا أشهد على ذلك وسمعته بأذني منه. هل تعلمون يا أحباب أن في أخينا ابن تاشفين خلق أشعري؟ هل سمعتم في وقتنا الحاضر، لا أتكلم عن الأيام السابقة وأخرج الشاذ من أقوال الأحباش، هل نكفر ابن تيمية؟ أنا أقول لكم وأتكلم عن نفسي وإخواني، لا أذكر ابن تيمية إلا وأقول رحمه الله. ولو كان موجودا أخونا الكريم الدكتور وليد ابن الصلاح وجهت له نصيحة، قلت له في كتبك لا تذكر ابن تيمية إلا وتذكر الترحم عليه، لأن هذا يجعل المخالف ينصت وتحصل على الأجر والثواب من ترحمك على ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن في نفس الوقت أتوجه إلى أخي الحبيب ابن تاشفين، أقول لك نصيحتك مقبولة، ولا يحق لأحد كائن من كان أن يقف مع ملحد أو نكراني منكر للسنة وهو يحاور أخا سلفيا. يا أخي ابن تاشفين، أنت تعلم الأذى الذي نالني في غرف البالتوك وأنا أحاور النصارى، قليلا ما أحاور الأخوة السلفيين. أنت تعلم ذلك أم لا؟ ويشهد على ذلك أخي دكتور أزهر. حضرتك يا مولانا الله يكرمك. أنا ما نالني منك أذى أبدا، أشهد أنك مؤدب وأنك منصف، وما نالني منك أذى أبدا. لكن أرجوك وأرجوك وأرجوك أن تتوجه بالنصح لإخوانك أيضا من إخواننا السلفيين، أن يعلموا أننا جميعا في دائرة الإسلام، وأن حوارنا العلمي لا يخرجنا عن دائرة الإسلام. لا لو تسمح لي يا سيدنا، يعني أفكر حضرتك. أنا لست آلا لأسمح لأحد. تفضل يا مولانا. أنا بحترمك وأنت عارف كده من زمان. الله يرحمك الله يا سيدي. الله يرضى عنك. يعني الأذى لا يصيبكم أنتم أيضا. أي حد يا جماعة ينتصب لقال الله قال الرسول سيصيبه الأذى، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا ربك فاصبر، والله عز وجل قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والله ورقة بن نوفل قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، فالعداء موجود. يعني أنت لو تراجع التكست المبتدع الكبير ابن تاشفين جعلت أهل السنة 3 فرق، أهو بدعوني وأنا قاعد، وأنت ناسي الحوار اللي كان الراجل كان بيتكلم فيه معاك، وأنا دخلت معاك على مسألة الإمام الغزالي رحمه الله، مش كفرونا؟ نعم والله عشان صغار المسلمين اللي بيضيعوا بس. والكلام ده انا بقوله لحضراتكم وبقوله لمحمد بن شمس الدين وبقوله لاتباعه، يعني انا ما بقولش الكلام ده في طرف واحد. جزاكم الله خير. انا اسف قطعتك. الله يسعدك اخي الحبيب. لا ما قطعتني، الله يجزيك الخير، لكن إن انت نال الاذى وانت تخاطب الكفار هذا امر قبلناه، ونسأل الله عز وجل الأجر عليه. لكن أن ينالني أذى وأنا أخاطب النصراني من أخي المسلم، هذه الطامة الكبرى. يا أخي ابن تاشفين الله وكيلك، أقسم لك بالله العظيم دخلت أحد البثوث وتكلمت عن مسألة الفرق بين أن يقول النصراني مولود غير مخلوق، يقولون مولود غير مخلوق، هذه الكلمة يا أخي استدللت بدليل الحدوث، كتمت وشتمت وطردت، كتمت وشتمت وطردت. ما رأيك؟ 3 من إخواني. طيب هل أنت المسؤول عن ذلك؟ لا، لست مسؤولا عن ذلك، أنا أعلم أنك تتألم بذلك، وأهلا وسهلا ومرحبا بك بين إخوانك.
أنت أخ عزيز مكرم، ونصيحتك نقبلها منك وإن كنا لا نفعل ما نرمى به، وجزاك الله كل خير. وأرجو من أحبابي وإخواني في التكست ومن يستمع لي ألا يسيء لأحد أبدا، لمسلم كائن من كان، وهذا رجاء خاص مني لكم، وأنا أعلم أنكم أهل الأخلاق وأهل التقوى. حياكم الله يا أحباب، الله يجزيكم الخير، وأعتذر على الإطالة. جزاكم الله خير يا سيدنا، وجزاكم الله خير جميعا. ولو استغفر حد الله. يعني حياكم الله يا سيدي. بعتذر لكم، يعني أنا والله ما أردت إلا تجميع صف المسلمين. لا تعتذر أخي الكريم، لا تعتذر، الله يحفظك، نشكرك على النصيحة يا أخي. جزاكم الله خير. ولكن أنا يعني أمامكم وأنا ليه عتب على الدكتور الأزهري، يعني أنا أعرفش يا دكتور الأزهري أنا أسأت لحضرتك فين عشان يعني مثل هذا الكلام، مش عارف بصراحة. لو أسأت لحضرتك قول لي أسأت في الحتة الفلانية وأنا أعتذر لك، لكن يعني أن تكون بهذه الطريقة معي مش أكثر من مرة، يعني شيء يعني يزعل بصراحة. اسمح لي يا أخي بن تاشفين، الله يحفظك، اسمح لي بس أتدخل هون، تسمح لي بعد إذنك؟ تفضل يا شيخ. الله يكرمك. الدكتور أزهري بيمون علي وبيمون عليك وبيمون على كل من في هذه الغرفة، من باب الأمل يا أخوي، وعلي من باب الوجوب. لا ما يمون، لا يمون، لا ما والله يمون. بيمون. دكتور شو لكان، شو بيعمل لكان؟ بيأمر أمر. شفت شلون؟ والله توقعتها منك، والله توقعتها منك، والله بتأمرنا أمر يا أخونا ابن تاشفين. أنا بعرف الدكتور أزهري ما بدي يتكلم، لكن والله هو رجل لا يخاف في الله لومة لائم، ويقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، وإذا تكلم فهو يتكلم من باب النصيحة الأبوية. فأرجو منك أن تسمع كلامه وتقبله، لأن فيه النصيحة والعطف الأبوي، فضلا عن علمه الذي يعني أنا أرى أنه يفوق كل من في هذه البثوث علما، مع احترامي للجميع طبعا. قبلت ذلك يا أخي بن تاشفين؟ يا مولانا أنا قابل ذلك من أي حد مسلم يا مولانا. أنا ما من عنديش مشكلة الدكتور مع أي أزهري حد مسلم. بالذات، بدك تقبله من الدكتور أزهري بالذات، هو بيمون له مونة وله يا كرامة مولانا علينا. الدكتور أزهري هو عارف أنا بعزه، هو عارف أنا بعزه، وأنا قايل له الكلام ده، اختلفت معاه اتفقت معاه. أنا على المستوى الشخصي بحبه وبعزه، لكن يعني ده مش أول مرة ويتكلم كلام شديد يعني عجيب، وانا واخد الامور ببساطه جدا. هو الراجل اكبر مني قدرا وعلما ومكانه، ومش هقول سنا، انا اكبر منه سنا، خدت بالك؟ لكن هو الراجل انا بقول كده عشان هو يعني عشان اصغره، ولكن هو في الحقيقه اكبر مني سنا ومكانا ومقاما وكل شيء. لكن يعني انا ما انت عارف اللي هو ايه، تبقى حاطط ما تتوقعش رد الفعل ده من حد ويحصل منه، فليه يعني الله المستعان. جزاكم الله خير وشكر الله لكم، ونسال الله ان يصلح بين المسلمين وان يجمع صف المسلمين. اللهم آمين. الله يجزيك الخير، وان يهدي الشباب المسلمين. وانا مش حابب الشباب آمين اللهم آمين. ليش مين ما بيحبه الدكتور أزهري؟ الله يكرمك يا رب، الله يكرمكم يا رب، الله يكرمكم، ما يحرمنا منكم، جزاكم الله خير. حياكم الله. أنا يعني لو أذنت هنا كان تعليق على الآن فارق ما بيننا وبين الحدادية أن لا نلقي العالم هكذا ضربة لازب إن خالفنا، وهؤلاء ليسوا أهلا لأن يفهموا كلام العلماء ناهيك رضي الله عنك أن يعذروهم أو أن يلتمسوا لهم المعذور، ففارق بيننا وبينهم واسع. الأمر الثاني، هذه الموجة الحدادية الموجودة الآن، أنا هذا تكلمت فيه مع أحد يعني إخواننا الكبار ومن هم في رتبة مشايخنا من عقلاء السلفية وأرباب الديانة فيهم، وأنا لست في حل أن أصرح باسم. كنت أقول له بالأمس أنا أقدر جهد الشباب الذين يردون على الحدادية ويقفون في وجوههم، وأتذكر أخونا المحترم الفاضل أبو عمر الباحث
هو لما يرد على محمد شمس الدين في مسألة الاستغاثة عند السيوطي، هل غايته أن يدفع إكفار السيوطي مع تمام إعذار الله مع تلبس السيوطي بما يوجب الكفر ولا لا؟ هنا البحث. يعني أنا الآن واقف أمام الحدادية، دكتور عصام الشيخ محمد المالك أسيادنا في البث، الشيخ مشعان أخي الحبيب، طبعا الشيخ مشعان لا يعرف صوتي ولا يعرف من أنا، وإن كنا تواصلنا أكثر مرة على هذه الحال. الآن الذي يريد أن يعذر السيوطي يقول السيوطي بما قاله من استغاثة حاله كالبكري الذي يرى ابن تيمية أن قوله كفري وإن كان معذورا، ولا كلام السيوطي نفسه ليس كلاما كفريا. يعني يا إخواننا الكرام في هذا المبحث الاستغاثة والتوسل عندنا بمعنى حلو جميل خالص. هل إن قلنا بهذا القول إحنا الآن بقولنا هذا نقرر كفرا ونخرج به عن الملة ثم لغلبة الشبهة نعذر، ولا ما قلناه أصلا ليس للكفر إليه سبيل بعد انحسار موجة الحدادية وبعد الرد على شيء؟ أصل العيال دي كلها جهل، يعني التيار ده تيار وسائل تواصل، العيال دي ليس عندهم شيء ولا هيبقى عندهم شيء، وكل الجو بتاع النت والوسائل كل محدش فاضي. اللي بيقعد على البتاع ده 5-6 ساعات في اليوم هيروح يذاكر ولا يقرا كتاب ولا ليه مشيخه؟ ما صايع فاضي الا من رحم الله تعالى. الشاهد بعد ما الموجه دي هتنحصر وتزول هيطلع لنا ناس لا عارفه المقول التيمي ولا عارفه المقول الاشعري في العقائد، لا عارفه معتمد المذاهب الاربعه ولا عارفه حاجه، وكله تربيه وسائل تواصل وريلز 5 ثواني ودقيقتين، وهيبقى عندنا بنيه كامله. زي ما التكفير هيطلع بسرعه هيهبط مع اختلاط المذاهب، هذا ما اتكلم فيه. فاحنا في حاجه ان نقول الخلاف بيننا وبين اخواننا من التيميه خلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا، ومع كونه خلافا حقيقيا تعالوا الى كلمه سواء، تعالوا الى نقاش علمي، تعالوا الى قصد وصول الى الحق. لكن كل أئمة المسلمين وكلهم معظمون ماشي يعني يا سيدي على عيني وراسي. يعني بتكلم مع الشيخ ابن تيمية بيقول الشيخ الحافظ ابن تيمية هو حافظ على طريقة الفقهاء لا خلاف، الرجل عالم لا يساوي يعني مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو غيره، هذا عالم وذاك مثلا أدنى أحواله أنه رجل يعني داعية أو كذا، ووصف بقى بكونه طالب علم أم لا هذا بحث آخر. لكن أنا بعد كده يبقى المقول التيمي عندي مساوي المقول الأشعري، ويبقى أهل السنة قسمة بين مذهب سني صلب وآخر بدعي؟ لا والله لا يستقيم يا سيدي. الحق واحد لا يتعدد، الصواب هو الذي يتعدد. الحق مذهب أهل السنة الأشعرية، ومذهب التيمية مذهب مبتدع ضال، نقطة من أول السطر. وهذا لا ينفي أبدا أن بعض ما قرره الشيخ ابن تيمية فيه خير وفيه نفع وفيه صواب، لكن ما اختلف فيه مع مذهب أهل الحق هو مخطئ فيه، والحق مع أهل السنة. طيب كيف سأناقشه؟ بتمام أدب، الرؤية واضحة تماما. لكن أنا مش عايز في ظل موجة الحدادية وفي ظل الهيصة اللي احنا فيها دي إن كله صح وكله أهل السنة ويلا على النصارى. طبعا هنخاطب النصارى بإيه؟ الشيخ الآن مثل في مسألة مولود غير مخلوق. لا يا سيدي، أنا أريد أن أقرر لك شيء في مسألة تجدد الحوادث في ذاته تعالى شيئا بعد شيء. هذه المسألة عنها بيتكلم فيها أغسطينوس ونقل هذا الكلام ثم الإكويني وغيره. تعلق الإرادة بالواجب، فالإرادة تعلقت بوجود الابن. ما الفارق بين أن تتعلق الإرادة بالواجب عند النصراني وأن تتعلق الإرادة بالواجب عند التيمي الذي يقول بتجدد الحوادث في ذات الله شيئا بعد شيء؟ أنا هذا الكلام أكتبه في الدكتوراه وكثير من إخواننا يعرفون أني أكتب في هذا البحث وتلك المسألة. هذا الاتصال كلام أوريجانوس من أنه ما من وقت إلا والإله فيه فاعل، فالابن مقارن لعلته الذي هو الآب، أو ما نسميه نحن بلسان الفلاسفة بالقدم الزماني. طيب هل كذلك الخلق عند ابن تيمية؟
لا، الشيخ ابن تيمية يتخلص عن هذا من جنس قوله كسرت الإناء فانكسر. فيقول صحيح إلا أنه وإن قارن زمانا إلا أن ثمة مفارقة. وتيجي تبص طيب أنا كيف سأقرر هذا المقول؟ ما هو يخرجان من أصل واحد بالمناسبة. أو يا سيدي بلاش من خلينا نكون أكثر أدبا وتهذيبا في التقاء على مستوى المسائل. حتى في نقاش هناقش أنا النصراني زي بهذه القاعدة. كيف يعني كيف يستقيم؟ كيف يستقيم؟ طيب يا سيدي كذلك الحال في مسألة التفويض أو في مسألة التأويل أو في كثير بقى من المسائل هذه المزبورة في الكتب لا محل نظر. كذلك في نقاش الملاحدة، انت يعني فرحان ان انت لما هتوقع دليل الحدوث انت كده ستنتصر بالفطرة. خاب فألك، أخطأت إستك الحفرة يا أيها المسكين يا من تفعل هذا. ما في أزمة، في أزمة. ومع ذلك نحن مأمورون بالأداب وبالأخلاق وبتوقير علماء المسلمين وبالثناء على ما أصابوا فيه من جهد والتماس المعاذير. هذا لا ينافي ذلك، لكن الوضوح في المشرب والمنهج مهم لأجل الأجيال الموجودة والآتية. والأزهر اللي خرب ده خرب منين؟ خرب محمد عبده، خرب من المراغي، خرب لما بقت المسألة تعددية، خرب لما رفعنا رداء المذهبية وبقى كل واحد شغال بدماغ اللي خلفوه، خرب زيادة لما جه الشيخ طنطاوي الله يغفر له ورشال الفقه المذهبي. احنا مش عايزين خراب، احنا عايزين تراث، عايزين أمة سارت 1000 سنة وزيادة على منهج مستقر معتمد يدرس في الأمة من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغان. المنهج ده لا يقبل تنازلا ولا يقبل زعزعة. الولاء للمذهب من الدين، ديانة، مش السلف اللي بينتصر ابن تيمية دين واحنا صيع، لا ديانة. لكن الفارق أني وهو نريد أن نتواصل بتمام أدب، أن نناقش بتمام عالمية، مش بمجرد تشغيل بس. هذا ما أود قوله. والله تعالى يأخذ بأيدينا جميعا الحق ويفتح لنا ولإخواننا جميعا سبل الخير. ورضي الله عن مولانا الشيخ ديب وعن سيد الشيخ عصام الشيخ محمد مالكي والإخوة جميعهم وسائر الكرام الحضور في البث. كرمكم الله وأحسن الله إليكم. الله يجزيكم الخير يا مولانا، الله يجزيكم الخير ويبارك في عمركم. تفضلوا يا أحباب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله في الشيخ محمد المالكي على المناظرة والحوار الذي أجراه. هو محمد القريط يعني منذ الكلاب هاوس هو معروف يعني، لكن يعني عادة هو كان، أنا استغربت، عادة كان يطلب مهلة يعني. هذا حاله في الكلاب هاوس، هو تغير الآن في تيك توك لا أدري لماذا. عادة كان عندما مثلا يقال له بأنك أخطأت في شيء أو في نقل ما، كان يطلب المهلة حتى يرجع مثلا في الغد ليكمل النقاش مثلا. فكان يطلب المهلة. دكتور يوسف يا سيدي، أنت دكتور يوسف الذي كان على الكلوب هاوس؟ نعم أنا هو. ما شاء الله، حياك الله أخي الكريم، أهلا بك، أهلا، شرفتنا يا سيدي. بارك الله فيك. فكان يطلب المهلة، لكن الآن هو يعني كأنه متسرع. فهذا التسرع في الحقيقة يؤدي إلى مثل هذه التناقضات. فيما يخص خلاف أو اختلاف، فكما تعلمون هم الأشاعرة نفسهم ردوا على بعضهم. فكما تعلمون بأن جمهور الأشاعرة مثلا خالف الإمام الأشعري في صفة الوجود أو في زيادتها
على الذات، وكذلك مثلا ابن التلمساني رد على الرازي، والآمدي كما تعلمون يعني رد بعض الدلائل في أبكار الأفكار. بعد ذلك عاد لتمحيصها في غاية المرام. لكن بهذا يستقر المذهب ويتمحص. حتى يعني الأشاعرة مثلا هنا لا ينتظرون حتى يأتي المخالف يقول هناك نقطة ضعف أو هناك نقطة ضعف في من هذه الجهة أو من تلك الجهة، لا، هم يمحصون المذهب بهذه الانتقادات وبهذه يعني المخالفات، ليس فقط للمخالفة ولكن يعني بأدلة حتى يتمحص المذهب. وهنا ترى أن حتى في الأشاعرة فيما بينهم هم يمحصون المذهب، ولا يجب أن يعني كيف يعني يكون عندنا أن نتحسس من هذه الأمور يعني الخلاف، فالخلاف به يتضح صحيح من الخطأ. وخلافنا مع الوهابية يعني في هذه الأمور كذلك، فنحن نوضح لهم الإشكال عندهم أنه لم يتمحص عندهم مذهب، هذا هو الإشكال. فبقوا على أقوال ابن تيمية، لكن أقوال ابن تيمية كلها كما تعلمون هي ردود، والردود في بعض الأحيان لا تعرف مذهب الرجل من ما يريد أن يلزم به. فعندما رجع ابن تيمية مثلا بعد توبته التي نقلها ابن حجر، الخلاف بقي معه في الفقه، وقد سجن بعد ذلك في أمور فقهية. ولامية ابن تيمية تدل على هذا. لامية ابن تيمية يقول فيها القرآن قديم، بحين أنه كان في المناظرات ينكر حتى ورود لفظ قديم. فهم لم يمحصوا المذهب، هذا هو إشكالهم. فعندما نطرح عليهم إشكالات يحسبون بأن المذهب سيختل لأنهم لم يمحصوه، هذا هو الإشكال عندهم. لو محصوا المذهب كان أحسن. وشكرا وبارك الله فيكم. جزاك الله خير يا مولانا، الله يكرمك. مولانا الشيخ عصام أنت فتحت المايك، تفضل يا سيدي. لا ما في شيء، الله يبارك فيكم. مستمع والله نسمع صوتك يا مولانا، الله يكرمك، نستانس بصوتك، الله يكرمك. الشيخ ديب والدكتور أزهري موجودين، خلاص نسكت والله. تاج الراس يا مولانا، الله يكرمك. الله يرضى عنكم. استغفر الله يا دكتور، الله يرفع قدرك ويبارك في عمرك. نحن طلب عندك، أنا والله طالب عندك، الله يحفظك. استغفر الله يا سيدي، تاج راسنا والله أنتم. تفضلوا شيخ محمد سليم، شيخ محمد تفضلوا. عبد السلام تفضل يا سيدي، كنت طالب الصعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. وحب أوجه سلام خاص للشيخ ذيب، معلش يعني تسامحوني، هو كونه أكبرنا سنا وقدرا يعني أخصصه بالسلام، يعني ما تزعلون مني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسن معلش بقبله، أمرك يا سيدي. حياكم الله. استغفر الله شيخنا، الله يبارك في عمرك. الله يكرمك شيخنا. على ما أعتقد يعني من لهجتك حضرتك من محافظة من الشام. من المدينة مو من المحافظة، الله يكرمك. بارك الله بكم. والله يا شيخ أنا بالنسبة لمحافظة الشام والأخوة يعرفون الدكتور عصام، وحضرتك تعرف انه ما شاء الله خرجت علماء يعني اكيد تعرفهم انت وعاصرتهم، يعني مثل الشيخ الشكري اللحفي رحمه الله، والشيخ عبد الرحمن الشاغوري، والشيخ عبد الرزاق الحلبي، والشيخ عبد العزيز الكسم. ما شاء الله يعني كانوا يعني صدروا علم للدنيا كلها، سواء في القرآن الكريم، وخرجوا طلاب يعني اذا واكيد انت حضرتك التقيت فيهم ويعني نهلت من علومهم. والله بعضهم التقيته وبعضهم ما التقيته. أنا من مدرسة الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى، لكن الشيخ عبد الرزاق الحلبي مين ما بيعرفه بدمشق كلها، بسوريا كلها، بالعالم مين ما بيعرفه الشيخ عبد الرزاق الحلبي، وسيدنا الشيخ عبد الرحمن الشاغوري. يعني هذول قامات كبيرة. إذا كنت يعني حضرت لأحدهم درس فقط، لا أكثر من ذلك.
الله يحفظك يا سيدي. لكني أنا من مدرسة الشيخ عبد الكريم الرفاعي، والعلماء الذين تفضلت بذكرهم يعني في، إذا كنت يعني للتوضيح فقط وبعجالة، في دمشق مدرستان، مدرسة الشيخ عبد الكريم الرفاعي ومدرسة الشيخ صالح الفرفور. تفرع عن مدرسة الشيخ صالح فرفور الشيخ عبد الرزاق الحلبي والشيخ الشكري اللحفي. نعم سيدي. والشيخ أديب الكلاس، مولانا الشيخ أديب الكلاس. نعم. ومعهد الفتح. نعم. وطلبة معهد الفتح. إيه نعم. وهن كانوا بمنطقة العقيبة، والتحق فيهم أيضا سيدي الشيخ حسن حبرنكة والمدرسة الميدان، يعني التحقت أيضا بالشيخ صالح فرفور. مدرسة الشيخ عبد الكريم الرفاعي انتشرت انتشار كبير جدا بجهود مولانا الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى. وأنا يعني حضرت دروسه للشيخ عبد الكريم الرفاعي منذ أن كنت طفلا. الشيخ عبد الكريم الرفاعي كان له جهود كبيرة جدا في نشر الدعوة، كان يرسل الخطباء ولم ينبت الشعر في وجوههم بعد، وكان يعلم. وأنا أرسلت خطيبا إلى قرية نائية، ساعة بالباص لو وصلت وعمري كان 14 سنة. كان الله يرضى عنه، كان رحمه الله تعالى كان يمسح على الصدر الشباب، وكان له جهود عجيبة جبارة هذا الرجل رحمه الله تعالى. وابن الشيخ أسامة الآن كمان، أنا شيخي الشيخ أسامة حضرت دروسه، ما أمكنني ذلك، وفاتني كثير والله من دروسه. نعم سيدي. هاي مدرستين بسوريا بدمشق كانوا. تفضلوا يا مولانا. مولانا بارك الله بكم. بارك الله فيكم. رحم الله الشيخ عبد الكريم الرفاعي. أنا يعني لماذا ذكرت هذه القامات الكبيرة من أهل العلم رحمه الله جميعا، مثل الشيخ محمد الأديب والمؤرخ، الشيخ محمد راغب الطباء أيضا كان في حلب، هو أستاذه للدكتور محمد علي الصابوني رحمهم الله جميعا. ومن ذكرت حضرتك قراء الشام كانوا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، والشيخ محي الدين أبو الحسن الكردي، والشيخ بكر الطرابيشي رحمه الله جميعا. يعني أنا مقصد كلامي أنه على ما يعني على حسب ما بعرف أنه عقيدتهم كانوا هم من يعني عقيدتهم رحمه الله أشعرية، فرحمه الله جميعا كانوا وصدروا علم للعالم كله. فهل يعني أنه يعني العفو من هالكلام مثلا انه يوصف ان هم كانوا على ضلاله مثلا، او كانوا على مثلا، او عقيدتهم كانت غير صحيحه، هم يعني صدروا علم للعالم كله في الفقه مثلا رحمه الله الدكتور وهب الزحيلي. فاستغرب يعني اليوم اذا بدك يعني تجي مثلا من يتجرأ على الاشاعره ويخرجهم من دائره الاسلام ومن دائره اهل السنه والجماعه، يعني فهؤلاء الأسماء التي ذكرتها يعني نفس ما ذكرت لك، يعني قامات كبيرة مولانا في الفقه وفي في في القرآن الكريم وفي القراءات. فوالله العجب. على أي حال أنا حاب في عندي سؤال حاب أستفيد من حضرتكم يعني من هذا الجمع المبارك بالنسبة لموضوع صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا انا انسان يعني معلوماتي شوي بسيطه، يعني ما يعني ارجو ان تصححوا لي اذا صار في عندي اخطاء وكذا، ولا اقصد فيها الا وجه الله سبحانه وتعالى. مثلا في سوره سوره الفجر قوله تعالى: كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. الآية القرآنية وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب الآية بدي أخذها على ظاهرها مثلا وأنسب المجيء إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو كمجيء البشر، حاشا الله وتعالى الله عما يصفون. أنا بالنسبة لي كإنسان أتكلم، والله أنا لا يعني بصراحة أكون يعني عقيدة الأشاعرة أو عقيدة السلفية ما درستها، بس كإنسان في الفطرة يعني في فطرتي أنه هاي الآية لا تقبل معي إلا التأويل. يعني فإذا تفيدون في الموضوع، وعلى مثال هذه الآية يعني تقاس يعني بقية الآيات، يعني لا تقبل معي أنا في فطرتي إلا التأويل.
أنه حان يوم الحساب وجيء يومئذ بجهنم. يعني يومئذ كما تعلمون أنه كلمة يومئذ تفيد الزمانية، أنه حان وقت الحساب يعني. فإذا تفيدونا بالنسبة لمسألة التأويل، يعني تأويل، فلماذا ينكر على الأشاعرة وعلينا أنه مسألة التأويل مثلا؟ فالله سبحانه وتعالى منزه على أن يعني يكون يعني المجيء كما تعلمون هو شيء حركي، شيء مختص في المخلوقات أو شيء. واعذروني إذا بدر مني يعني أتهم عقلي في التقصير وخطأي مردود على نفسي، وأتهم عقلي في التقصير في خطأ في أسلوب صياغة السؤال. وبارك الله فيكم جميعا، إذا تفيدون أكرمكم الله. بارك الله فيك. الله أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا سيدي. يا مولانا جزاكم الله خيرا. لو بس وإياكم. بعد ما نسمع رد على سؤال الشيخ عبد السلام، الأخ عبد السلام، لو كل أخ بس يعطينا كلمة ختامية، لأن الشيخ محمد فاتح بس منذ زمن يعني، والرجل يستحي. أثقلنا عليك يا مولانا، الله يكرمك، سامحنا يا شيخنا محمد. طيب بعجالة شديدة، حاضر يا مولانا. جواب سؤالك أخي الكريم، يعني قبل أن نخوض في الجواب مباشرة أود أن أقول بأن الآيات كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إلى آخر الآيات. يا أيها المهم، لماذا سيقت هذه الآيات؟ عندما تقرأ يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، على ماذا تحث هذه الآيات؟ ألا تحث على خشية الله عز وجل والندم على ما فات والرجوع إلى الله والتوبة من المعاصي، وأن هذا الموقف شديد حتى أن الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وبعض القراء يقولها يعني لو تسمعها من مولانا الشيخ المنشاوي يكاد الإنسان يبكي وهو يسمع هذه الآيات. هل سيقت هذه الآيات حتى نتفكر هل يجيء الله بذاته أم بعلمه أم بماذا؟ ألهذا جاءت هذه سورة الفجر؟ يا أخي، عندما سمي من يبحث في هذه القضايا بأنه من أهل الزيغ يبحث عن كلمة ليست هي مقصود كتاب الله، ولا لهذا نزل بها جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لجوابك، وأنا مضطر لأن أجيب، هذه على تقدير محذوف. كقوله تعالى واسأل القرية، تقول واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، وهنا ينتهي الجواب. تفضلوا يا مولانا، الله يجزيكم الخير، وأنا أعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. الله فيك يا مولانا. قد أول الإمام أحمد بنفس هذا الشيء، يعني قد أول وجاء ربك، قال يعني جاء أمره وقدرته، كما في الحديث تجيء البقرة وآل عمران مثلا، أي ثوابهما. هكذا هو يعني كما قال الإمام أحمد. أحسنتم يا مولانا، لكن القصد من الآيات ليس أن نقول جاء أمر ربك أو جاء ربك، ليس هذا المقصود. مقصود الآية، مقصود الآية عندما يستمع الإنسان لهذه الآيات وراء بعضها البعض مترابطة، والقرآن كله سطر واحد كما قال الإمام الشافعي، حتى يفهم ما هو المقصود من القرآن. تفضلوا يا أحباب. بارك الله فيكم مولانا جميعا. مولانا وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أنا والله لا أحب يعني وصدقا ما أحب أني يعني أخوض في هذه الآيات، ولكن يا شيخ عبد السلام اسمح لي أني قاطعه، يعني صاحب البث لابد أنه عنده شغل، فإذا كان في وقت آخر أنا بخدمتك أخي الحبيب.
بعد إذنك يعني نرجع الأسئلة هذه إلى وقت آخر مثل ما أمرنا أخونا الحبيب وشيخنا الدكتور. شيخ محمد بيفتح كل يوم يعني. الشيخ محمد المالكي بيفتح كل يوم وانت الله يجزيك الخير يا شيخنا دكتور أبو المجد. الله يجزيك الخير حبيبنا ويبارك في عمرك. خيرا يا مولانا وربنا ينفعنا بيك دائما من الله يبارك في عمرك. الله يكرمك. استأذنكم يا أحباب أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مولانا الشيخ عصام حاب تقول شيء سيدي؟ حياك الله يا شيخ عبد السلام. الله يرضى عنكم. لا والله ما في شيء، بس أنا هيك على البث هلا يوسف ابني أرسل لي صورة حظروا حسابه نهائيا، تم حظر الحساب من التيك توك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أي والله حظروا حسابه. جهاد التبليغ يا سيدي. يعني مش إنه حظروه كم يوم، لا حظر تام. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا سيدنا فالله المستعان. الله المستعان. نعم. طيب أنا أنزل وأستأذن منكم ومن الشيخ ديب حفظكم الله سيدي الشيخ ديب حتى يرتاح الشيخ محمد المالكي. لكن أقول للشيخ محمد المالكي إن كان يسمعني، تسمعني يا شيخ؟ أخشى أنه نام ونحن الشيخ محمد المالكي. مولانا هو أرسل لي أنه ربما لا يستطيع الكلام الآن. نعم يا شيخ محمد مالكي. يسمع. نعم. نصيحة من رجل ليس أهلا للنصح. قد قلت لكم قبل الآن لا تحاوروا القوم ولا تدخلوا إلى بثوثهم، فإن شاءوا أن يدخلوا إلى بثوثكم فليدخلوا بأدبهم وبأخلاقهم، وقت قصير وينزلوا. لا تدخلوا إلى بثوثهم ولا تحاوروهم. وقد جاء كلامي اليوم لتصدق أنني والله أعي ما أقول، وحين رفضت محاورتهم والدخول إلى بثوثهم والله أنا أعلم ما أفعل. صدقني يا سيدي الخير كل الخير في هذا. أكتفي بهذا وبارك الله فيكم. والقوم ليسوا أهلا لا للعلم ولا للفهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نستودعكم الله والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير يا سيدنا والله يرضى عنكم جميعا. شيخ أحمد حياك الله وبياك، الدكتور يوسف، الشيخ عبد السلام، الشيخ محمد المالكي، نستأذنك كي تغلق البث. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.